هنايا زيت الزيتون، قيس واحد 5 المعالق كبار. واللي ما يطيبش بزيت الزيتون يدير زيت النباتيه ولا زيت المائده. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في شيوات السباعي. الفيديو اليوم ان شاء الله كنحضر واحد الطاجين اللي هو بالقرعه والملوخيه، اللي كيجي رائع وسهل في التحضير، اقتصادي ومغذي ولذيذ. وان شاء الله راه غادي تتابعوني في هذا الفيديو باش تشوفوا طريقتي في التحضير ديال هذا الطاجين اللي هو بالقرعه والملوخيه. الخضره ديال الوقت، الخضره ديال الصيف. دابا بدات تتوجد القرعه والملوخيه، كنبغيو نحضروا بهم الاكلات، وماشي بالضروري الا كان اللحم، بلا اللحم كيجي رائع ولذيذ واقتصادي. ان شاء الله غادي تتابعوني. عندي هنايا الملوخيه كما كتشوفوا، واحد نص كيلو، نقصت منه شي شويه. وعندي هنا واحد 4 ديال الحبات ديال القرعه الخضراء، قرعه كورجيت. دابا غادي نبدا نقي في هاد الملوخيه مع القرعه. الملوخيه تنحيد لها غير هذا صافي، ما كنقيش ليها من هنا من الفوق. حيدو غير هاد العويد التحتاني. هكايا غادي نبقى نقطع. دابا هادي راه وقت الملوخيه، دابا هادي وقتها كتبدا هي والسلاويه، كتكون في هذا الوقت تتوجد. بدا الحال يسخن، الخضره الخفيفه. دابا وقت البرد كنخضروا باللفت، خيزو، الشيفلور. دابا هادي جاي وقت الصيف، عاود هذه هي الخضره ديال الصيف، الملوخيه والسلاويه والقرعه، السفرجل. كاع هاد الخضر كيكونوا خفاف، واي حاجه خصنا ناكلوها في وقتها كيكونوا فيها الفوائد وكنوعوا. وان شاء الله دابا تشوفوا الطريقه ديال هاد الطاجين راه كيجي رائع. دابا غادي نقي القرعه غير شويه، كنكرط ليها هاد القشره الفوقانيه غير رقيقه ماشي بزاف. هكايا حتى نكمل هاد الحبات ديال القرعه باش عاد نغسل هاد الخضره. دابا غادي نبدا نقوم في الطاجين باش ندير فيه الملوخيه والقرعه، وكله ممتازه ديال الصيف، ديال الحال سخون. وكنستافدوا من هاد الملوخيه وهاد القرعه بلا اللحم. عندي هنا الملحه، قليل من الملحه حسب الذوق. عندي هنايا الكمون، واحد نص معلقه صغيره. القياس ديال هاد القرعه اللي عندي والملوخيه العطريه كتمشي على حسب الكميه اللي عندنا اللي غادي نحضروا. الا كانت الخضره كثيره كنديروا اكثر، الا كانت قل كنديروا عاود ناقص. هنايا زيت الزيتون، قيس واحد 5 المعالق كبار. واللي ما يطيبش بزيت الزيتون يدير زيت النباتيه ولا زيت المائده. واحد 2 فصوص ديال الثومه بعد ما درت التحميره والكمون والملحه والزيت البلديه زيت الزيتون. غادي نزيد هاد 2 فصوص ديال الثومه نحكهم. هنا عندي شويه ديال القزبور، ماشي المعدنوس غير القزبور. هاد الطياب اللي غادي ندير لهاد القرعه والملوخيه على طيب الشرموله، الثومه والكمون والتحميره والقزبور. عندي هنا الماء، هاد الكاس فاش كانت الزيت درت فيه شويه الماء. نحركها مزيان تنمجج هاد العطريه في وسط هاد الماء والزيت. دابا غادي نقسم القرعه، نقسمها على هكايا باش تجي مع الملوخيه مقادين في الطياب. هكا كنقسمها على 4 أكلة. على هاد الأكلة في هاد الوقت كتجي رائعة بهاد التقويمة وبهاد
هكا غادي نقسم حتى هادي على 4. عندي هنا واحد 3 الحبات ديال المطيشه اللي هما طحنتهم هكا. نديروها هي الاولى في الطاجين. غادي ندير الملوخيه، نديرها كامله هي الاولى طاجين الملوخيه، نقدها هي الاولى في الطاجين. صافي دابا هاد التوابل اللي درت هنا مع الزيت غادي نديرهم في الطاجين من الفوق باش كاع هاد الملوخيه والقرعه ياخذوا حقهم من العطريه ديالهم. ها هما. عندي هنا واحد المزود حار، كيجي الحار مع هاد الشيء، واختاريته يكون حمر باش مع هاد الالوان تيجي هاد الطاجين كيشهي باش غادي ناكلوه حتى العين كتاكل. دابا غادي نخليه هكايا وغادي نطيبو غير فوق البوطه، راه ماشي في الفاخر. غادي نرطو في البوطه وندير عليه عافيه قليله. غادي ياخذ ليا واحد 30 دقيقه حتى ل 35. قبل ما نشعل عليه غادي ندير فيه واحد شويه تاع الزعتر، وريقه الزعتر كيتواتاو مع القرعه ومع الملوخيه. الزعتر المذاق ديالو كيجي رائع. ها هو الطاجين ديالنا دابا غادي نرطو يطيب. دايره هادي غير شويه باش كيتعلى، ما كيبقاش محطوط نيشان. طاجين مباشره على العافيه، كتهزو شويه. دابا غادي نشعل عليه وغادي نقص بحال هكا ونردو كيطيب. ها هو حتى نوليو ان شاء الله نتلاقاو. ها هو الطاجين بدا تيطيب. ها هو دابا غادي نخليه حتى يتقعد. هاد المطيشه تنشف مزيان وطيب القريعه ويطيب كلشي، غادي يطيب كلشي مقاد ان شاء الله ونوليو نتلاقاو. ها هو الطاجين دابا غادي نطفي عليه. ها هو واجد راه طايب، كله طايب. الملوخيه كتبقى مجموعه ولكن راه كلشي طايب، ها كله طاب. دابا في هذا الوقت كيكون الحال سخون، كنكونوا محتاجين بهاد الاكلات هكا تيكونوا خفاف وفي نفس الوقت ناكلوا الخضره. وكنتمنى طريقتي في التحضير ديال هذا الطاجين تكون عجبتكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله، بالصحه والراحه.